السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. عندنا رسالة على صفحة هموم عراقية على الفيسبوك، رسالة تقول إنه الشخص يرقد بالمستشفى 20 عام. بصراحة أنا ما صدقت إنه الشخص ينام بالمستشفى 20 عام، لا والله ما صدقت. المهم عرفت الموضوع والله ورا فترة رجع دز لي رسالة بأنه تقدر تتأكد بزيارة مستشفى اليرموك. والله قولوا رحت المستشفى اليرموك وبصراحة كنت متردد، يعني ماكو هيجي سالفة انه شخص 20 سنة ينام مستشفى، اروح شو اقول لهم شو اسأل. المهم اول ما طبيت سألت انه اكو هيجي شخص باسم وائل هادي حسن. المكتوب انما مكتوب الأحد ليش. وائل هادي حسن الدليمي من أهالي الكرخ، من مواليد 1985. دخل مستشفى اليرموك سنة 1995، وذاك يوم وهذا يوم ما طلع بعد من المستشفى. إنه الشخص 20 سنة نايم مستشفى والله خطأ. يعني واحدكم اسبوع ما يقدر ينام بالمستشفى. انا صورته ردته يحكي بس بصراحه ما قبل، يقول مليت من التصوير ويجون ويقابلوني وراح نوديك وراح نجيبك وما اعرف شو. تقدر تحكي لو شوية احكي، شوفنا ضحكتك. يلا هاي. بس حصلت على فيديوهات وراح تشوفوها انتم. أتمنى أصير زين، أتمنى أتعالج قبل ما فقدت الأمل. عنده امل بالحياه، الله يكون معانا كوائل. إن شاء الله رئيس الوزراء ما يقصر. لا يا عبي، رئيس الوزراء مقصر؟ لا عمي شنو، عيب عيب، شنو هالحكي؟ قابل يقصر وياه، قابل يعوفك نايم 20 سنة لوغ. من خلال هاي الحلقة أنا وعدته إن شاء الله راح أوصل صوت مو للسياسيين، لا السياسيين هسه خطية، حارين إعلانات، حارين بالانتخابات. وتقدرون تروحون تشوفوه بمستشفى اليرموك، هو نايم قسم إنعاش الرئة. والله ما أعرف شو أقول بعد، بس أتمنى إنه شوفوا الحلقة الخطية شوية يقدر يطلع. هو المشكلته انه بدل هذا الجهاز الكبير الرأي اللي يتنفس بيه، تقدر هو قال اكو بتركيا انه يسووا لي جهاز صغير خلوه هنا أنا اتنفس بيه، على الاقل اقدر امشي، اقدر اقعد، اقدر شوية اشوف عالم، اقدر اطلع. واتمنى انه يوصل صوتي من خلال هاي الحلقة، مساعدة هذا والخطية الشاب المسكين اللي لا زواج لا كل شيء ما شافه بحياته، قضاها نوم بنوم. وإن شاء الله نشوفكم بالحلقات الجاية من برنامج هموم عراقية وحالة جديدة. والحمد لله على كل حال، والله يحفظكم في امان الله.